اسهل وابن وصفه تاع بيتزا كوفر ولا كوكا تقدروا تذوقوها بلا مايزينا وبلا زبده التوريق وتجي بزاف بنينه وخفيفه ومقرمشه. تبعوا معايا الوصفه. في ان ريسيبيون دير كاس حليب دافي، 4 كاس زيت، شويه ملح، شويه سكر وبياض تاع حبه بيض. نخلطهم شويه ونزيد مغرف خميره تاع الحلوى والفارينه حتى تتلم العجينه. كي تلمت العجينه ديالي نقسمها على 6 كريات، ندهنهم بشويه زيت ونخليهم يريحون نص ساعه. مور ما يريحون ندير شويه زيت في البلون طرافاي ديالي، نفتح الكريه الاولانيه مليح وندير لها شويه زبده دايبه. الزبده هذه هي اللي راح تخلي لي لاباط ديالي مرقه، ومن بعد نطبقها على 4 كيما راني نوريلكم. كي نكمل نطبقها نحطها في جهه ونجي نحل الكريه الثانيه بنفس الطريقه، ندير لها شويه زبده ونحط فيها هذيك العجينه اللي طبقناها الاولانيه ونغلق عليها مليح. وبنفس الطريقه نفتح الكريه الثالثه ندير لها شويه زبده ونحط فيها هذيك العجينه المطبقه. هذه الطريقه اللي راح تخلي العجينه ديالنا مورقه وبزاف خفيفه من الداخل. هنا نكونوا وجدنا الطبقه الاولانيه تاع البيتزا كوفر ديالنا. بنفس الطريقه نروح نفتح هذوك 3 كريات بالزيت والزبده ونوجدهم كيما الاولانيه، نخليهم يريحوا 4 ساعه ونجي نفتح الاولانيه في بلون طرافاي ديالي ونعاون روحي بالفارينه ونحطها في سنيوه كطبقه اولى. انا كحشو للبيتزا كوفر ديالي درت تشكتوكه بصل وطوماطيش والفرامج اللي كانوا عندي، ونروح نكمل نحل هذيك لاباط اللي قعدت ونحطها كطبقه ثانيه من الفوق. نقسمها مليح حتى لتحت، ندير لها صفار بيضه باش تجي حمر. الله الله، نشبعها بشويه زيتون ونديرها طيب على 180 درجه. اي فوالا الكوكا تاعي، ان شاء الله تسيوها وتمدوا لي رايكم. صحه فطوركم.